أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب خط وسط اتحاد جدة طارق حامد لمباراة واحدة وتغريمه 10,000 ريال لسلوكه غير الرياضي ضد حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش خلال ربع النهائي كأس الملك للفريقين. المباراة. وأصدرت لجنة الانضباط قرارها وأعلنت إيقاف لاعب نادي الاتحاد طارق حامد عن مباراة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وأضافت: إلزام اللاعب بدفع غرامة قدرها 10,000 ريال للاتحاد السعودي لكرة القدم. وأوضحت أنه لا يمكن الطعن في هذا القرار بإيقاف لاعب نادي الاتحاد طارق حامد عن مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتأهل نادي الاتحاد لنصف نهائي كأس حضانة المصقلين السكراودس بعد فوزه على الفيحاء البطل الحالي بركلات الترجيح بمقدار 3-4.